القصه ديال سمير هي شركه كانت مملوكه للدوله، والبرلمان المغربي قرر الخصوصه ديالها ب 97 في الحكومه ديال عبد اللطيف الفيلالي، وتم البيع ديالها بشكل مباشر للشركه ديال كورال السعوديه السويديه على اساس الالتزام بالاستثمار فيها والتاهيل ديالها، الا انه العكس هو اللي وقع، هو انه الشركه تمت الاهمال ديال الصيانه ديالها، تعرضت لحريق في 2002، ومن بعد ذلك دارت محاوله ديال الدفع ديال الملك السابق ينفذ الاستثمارات ديالو، الا انه من بعد فاش رجعنا ننفذوا هذه الاستثمارات، الملك السابق استغل هذه الفرصه، هذه واحد مدخل باش انه ينفخ في الفاتوره ديال الاستثمار، ومنها تم الاغراق ديال الشركه في الديونيه الى ان وصلت الى التصفيه القضائيه وتوقيف ديال الانتاج ديالها في النهايه ديال 2015. بهذا الشيء هذا اعتقد بانه المغرب خاسر على طول وعرض في هذه العمليه ديال التوقيف ديال الانتاج بالشركه ديال سمير، وحنايا ما دافعنا على مجموعه ديال المقترحات بانه المقاوله خصها ترجع، خصوصا في السياق اللي كنعيشوه حاليا ديال هذا الالتهاب ديال الصراعات الدوليه، خصوصا على مناطق النفط والغاز. شركه سمير للتذكير فهي قادره على ايجاد 70% من الحاجيات الوطنيه من الطاقه البتروليه وبكلفه اقل مما يعني نؤديه اليوم. والغريب هو انه التوقيف ديال الانتاج ديال الشركه ديال سمير تزامن مع تحرير هذا القطاع في النهايه ديال 2015، مما ادى الى ارتفاع ديال اسعار المحروقات، وهذا الارتفاع اليوم الذي اعتقد شهد عليه الجميع واقره الجميع، ولم تستطع اي مؤسسه توقيفه، وحتى انه المبادره ديال مجلس المنافسه في هذا المجال باءت في الفشل ولم تؤدي ما كان منتظرا منها. لذلك اليوم المغاربه يؤدون المحروقات بثمن مرتفع باكثر من درهمين على حسب اللي كان معمول به قبل من التحرير، وهذا الارتفاع ادى الى يعني الاثار مباشره حول القدره الشرائيه ديال المواطنين، بل اننا كنقول بانه ارتفاع ديال كلفه الطاقه هو الجزء الاساسي في الاسعار والتضخم اللي يعرفوه المغرب، واللي التداعيات ديالو الاجتماعيه والاقتصاديه اعتقد اليوم راها واضحه. بالنسبه لنا هذا الملف هذايا كنقولوا بانه مسؤوليه ديال الدوله للمساعده في الاحياء ديال الشركه ديال سمير، بانه الملف بيد القضاء، ولكن حنا طارحين الطرح ديال انه الدوله خصها تدخل باش انه تشري الاصول ديال شركه سمير عبر العمليه ديال المقاصه ديال الديون، لانه الديون المترتبه على شركه سمير التي تصل الى حوالي 95 مليار ديال الدرهم، ف 82% منها راجعه كمال عام. اذا عبر هذه العمليه ديال الاقتناء عبر المقاصه ديال الدين، اعتبر بانه الشركه ديال سمير يمكن ترجع للانتاج من غدا وتضمن ما يفوق 4500 منصب شغل اللي كتمثل تقريبا سمير، باش نوضحوا بانها كتوكل العشور ديال السكان ديال المحمديه بشكل مباشر. يمكن نقتصدوا 30 مليار درهم ديال العمله الصعبه، من حيث اننا غادي نشريو النفط الخام الرخيص وغادي نشريو المواد الصافيه، وكذلك غادي يكون عندها تاثير مباشر على التنزيل ديال الاسعار ديال المحروقات. اذا هذه هي القصه ديال الشركه ديال سمير. اليوم ما نلمسه هو انه الحكومه بمعنى ما عندهاش اراده حقيقيه في هذا الملف هذايا على اساس تفكو. كان الدفع بانه الملف كان فيه نزاع مع الملك السابق بالنسبه للتحكيم الدولي، هذا الملف اعتقد وصل الى نهايته. اليوم كانوا الناس مهتمين بهذا الموضوع هذا، الخواص حتى هما باغيين يدخلوا، ولكن الاشارات ديال التشجيع بالنسبه للسلطه التنفيذيه لحدود الساعه ما كايناش، مما يضع هذا الارث او هذا يعني الثروه الوطنيه كنتفرجوا فيها كتموت هذه 9 سنوات. وهنا اعتقد بانه المسؤوليه ثابته في حق الحكومه الحاليه التي تتفرج على التبديد ديال هذا المال العام وتبديد هذه الثروه. بل يمكن نقول بانه الحكومه الحاليه بسكوتها ولا بعدم تدخلها فهي تعمل في اتجاه القضاء على هذه الصناعه لتفتح المجال امام اللوبيات المسيطره على القطاع ديال البترول، حتى انها تنفرد بالمغاربه اكثر مما انفردت بهم وتنفذ السياسه ديال الاسعار ديالها. وكاين لوبي اخر اليوم اللي ضاغط في المحمديه، هو اللوبي ديال العقار الذي يدفع بكل الاليات الممكنه في اتجاه على اساس انه يعني الاغلاق ديال كل المؤسسات الصناعيه الكبرى في المحمديه وتعويضها بالبنايات الاسمنتيه والغابات الاسمنتيه. والمغرب ما يمكنش يواجه يعني التمدد ديال البطاله اللي وصل اليوم 13.7%، ويواجه الهشاشه اللي كاينه، ويواجه الانتشار ديال القطاع الممكن الا ببناء صناعات قويه من حجم الصناعات البتروليه والصناعات البتروكيماويه. ولذلك فالرجوع ديال سمير فيه الخير الكثير والكثير بالنسبه للمدينه المحمديه وبالنسبه للاقتصاد الوطني.